با عبد الله رجل بسيط، ما كيعرف يقرا ولا يكتب، ولكن ربى 3 رجال، واحد قاضي، طبيب وتاجر. السر كان كيدير حاجة وحدة كل ليلة. شوف القصة كاملة باش تعرف كيفاش الصمت ديالو كان أبلغ من 1000 نصيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، فيديو جديد وقصة جديدة. با عبد الله واحد الرجل اللي بسيط وعلى قد الحال، خدام خدمة عادية. كانوا عنده 3 الوليدات، واحد سميتو علي، الثاني سميتو عمر، والثالث سميتو عثمان. ما عمرو استعمل معاهم اسلوب الغاوت ولا الضرب، ولا ما عمرو غوت عليهم على قبل الصلاة ولا على قبل القراية. اجي تشوفوا كيفاش رباهم. كان كينوض في الصباح، كان ملي كيسمع الاذان كان كينوض، كيبدا يتوضا، كيتسمع هذاك الصوت ديال الماء، صوت الوضوء كيسمعوه دوك الوليدات. مباشره ملي كان كيسالي الوضوء ديالو، كيمشي كيسرح السجاده ديالو وسط الدار، وكيبدا يصلي بشويه عليه. وملي كان كيسالي الصلاه، كان كيدير واحد الدعاء، وكيبقى يضرع لله عز وجل وكيطلب المساعده منه. وكان داك الدعاء كيدير بواحد الصوت مسموع، كان هادئ. الا شفت هاد السيد كان هادئ، الهدوء كيبان ليه على وجهه، وكان النور كيشع من وجهه. فوليداتو كانوا كيلاحظوا هاد الشيء، كيشوفوا كيسمعوا داك الصوت ديال الوضوء يوميا، كيشوفوا ديك الطريقه باش كيصلي وسط الدار، كيشوفوا داك الدعاء اللي كيبقى يقول في الاخر. ف شي مرات كيجيو يصليو معاهم بحكم كانوا باقيين صغار، كيجيو يصليو موراه، شي مرات ما كيجيوش. فالوقيته اللي كانوا كيجيو كيصليو موراه، فاش كيساليو الصلاه وكيسلم، كيشوف فيهم بواحد الابتسامه. والوقت اللي ما كانوش كيجيو يصليو موراه ما كان كيقول لهم والو، كان كيكتفي غير بالصمت، ما كيعاتبهم ما حتى شي حاجه. واحد المره بدا كيشوف بان دوك الوليدات بداو كينضبطوا، بداو كيجيو موراه وكيصليو، وبداو كيصليو صافي، بداو كيولفوا على الصلاه مورا باباهم. فزاد واحد الدعاء ما كانش كيقولوا، فبدا كيقول في الدعاء ديالو: شكرا سيدي ربي بانك هديتي وليداتي للصلاه ورزقتيهم لذة الوقوف بين يديك. وفرحوا دوك الوليدات، حسوا بان داك الدعاء راه يلاه تزاد على قبل هذيك الصلاه اللي ولاو مواظبين عليها. با عبد الله ملي كان كيرجع من الخدمه ديالو، كان كيجي اول حاجه كيسلم على الوالده ديالو، كيبوس ليها راسها، وكيجلس كيسلم على وليداتو وعلى الزوجه ديالو، وكيسول الزوجه ديالو واش خاصها شي حاجه في الدار. المهم ملي كتكون خاصها شي حاجه راه كتوصيه، ملي ما كيكون خاص والو راه كيجلس كياكل ديك الماكله ديالو، كيصلي ديك الصلاه ديالو، كينوض كيقلب في الدار، الا كاينه شي حاجه تصايب كينوض يصايبها. هكا هذا هو الروتين ديالو. واحد المره عمر مشى سرق لبا عبد الله، سرق ليه الفلوس من جيبه، والاب شافه، ولكن ما فضحوش ما حشموش ما والو. ولا كل هذيك الوقيته اللي سرق فيها الفلوس، ولا غير كتوصل ديك الوقيته كيمشي الاب وكيحط ليه حدا المخده ديالو الفلوس. فهو وصل ليه الميساج بانني انا عرفتك هزيتي ليا الفلوس، ولكن ما قالهاش ليه، ما حرجوش. من تما عمر حلف ما يبقى يوصل لشي حاجه ماشي ديالو. كانت هذيك اخر مره يمد يديه على جيب الاب ديالو ولا اي واحد اخر. واحد المره عثمان جاب النتيجه وكانوا النقاط خايبين، وجاب نتيجه ناقصه بزاف، وخاف من الاب ديالو، خاف من الاب ديالو بزاف ومن ردة الفعل ديالو. فلما رجع من العمل با عبد الله سول الوليدات اشنو درتو. جابوا مزيان الا هو ما جابش مزيان. فبقى خايف من ردة الفعل ديالو، ولكن هو ما عاتبوش، ما قال ليه حتى شي حاجه، ما هضرش معاه، ما حطاه حتى شي ملاحظه ولا شي عتاب على ديك النتيجه، ولكن بدا كيرد معاه البال وكيشوف اشنو كيبغي. فلاحظ بانه ملي كيكون يصايب شي حاجه في الدار كيجي عنده كيبغي يساعده. فعرف بان عنده ميول للصنعه اكثر من القرايه، ومن تما قرر يعاونو، ولا كيقول ليه القرايه وغنبقى ندير لك واحد الوقت فين تتعلم الصنعه. ولكن هذاك الدري بغى غير الصنعه، ما كانش عقلو ما عامرش ليه بالقرايه. فمشى مع با عبد الله في داك التوجه، ومشى معاه في داك التوجه
بدا كيتعلم إصلاح السيارات من بعد، ومن بعد ولا تاجر في السيارات. با عبد الله لاحظ بأن علي ما كيتصنتش للأم ديالو، ملي كتسخّرو ما كيتسخّرش ليها دغيا، ملي كطلب منّو شي طلب كيقول ليها غير شوفي شي واحد في خوتي هو اللي يلبّي لِك داك الطلب. فبا عبد الله لاحظ هاد الملاحظة، ولكن ما قال لولدو والو، غير هو بدا كيدير تصرفات مع الأم ديالو، كيجي فاش كتبغي تسخّر الحفايد ديالها كيقول ليها لا أنا اللي نسخّر لك أمي. ملي كان كيجي أول حاجة كيف ما قلت لكم كان غير كيجي كيسلم ليها على يدها وعلى راسها، كانت ملي كتبغي شي حاجة كيجيبها ليها. فعلي بقى كيشوف هاديك المعاملة اللي كيعامل الأب ديالو الأم ديالو، تدريجيًا بدا حتى هو كيرجع وبدا كيدير نفس الحاجة مع الأم ديالو. الحمد لله صلح هاد الخصلة اللي شافها في ولدو ما مزياناش بالقدوة، ما قال ليه والو، دار هو داك الشي اللي خصو يدار مع الأم ديالو، والابن ديالو شافو كقدوة. كلنا متفقين على حاجة وحدة، بأن التربية واحد الحاجة اللي صعيبة وما ساهلاش، ما ساهلة لا أب ولا أم، ولكن كل واحد والطريقة اللي كتسلكوه، كل واحد والطريقة والنموذج اللي كيشوفو مزيان. فبالنسبة لهاد با عبد الله شاف بأن هاد الطريقة الهادئة وهاد القدوة أحسن وأكثر نجاعة من الهضرة ومن الغوات. فكان أغلب الأوقات هو صامت، هذاك هو الطبع ديالو، ولكن كانت القدوة ديالو هي داك النور اللي وليداتو كيشوفوه وكيتبعوه، وكان الحاجة اللي كيبغي يقولها لولادو يديروها كان كيديرها هو الأول، وهما كانوا كيشوفوا ديك الأفعال ديالو والتصرفات ديالو، وعلاقته مع الله كي دايرة، وعلاقته بوالديه كي دايرة، وعلاقته المهنية والانضباط ديالو. فدوك الوليدات هداك الشي شافوه وتربى عندهم وواظبوا عليه حتى هما، والحمد لله نجحوا في حياتهم. وما شاء الله كانوا مهن اللي مزيانين، واحد ولا قاضي والثاني ولا طبيب والثالث واخا ما كانش عندهم ويل للقرايه لان ماشي كلشي غيقرا، فولا تاجر حتى هو. وهذه هي قصة با عبد الله مع الوليدات ديالو اللي رباهم بالصمت، وكانت التربية الصامتة وبالقدوة أبلغ من الموعظة وكثرة الكلام. غادي نختم هذا الفيديو بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكاين حديث واحد اخر كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: قل خيرا او اصمت. والراعي الحكيم كيكون قدوة قبل ما يكون واعظ. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.